وحشتوني كتير. اليوم حلقتنا مختلفة شوي، وبصراحة أنا مو مطمنة أبدا. إحنا لسه ما عملناش حاجة، لهيك أنا خايفة. ترى هسه بلشت أخاف من نج. أنا حاسة إن في مصيبة جاية. أكيد في مصيبة، لأنه اليوم راح نكتشف إذا نحن بنفهم بعض أصلا. لأن كل واحدة فينا من بلد، وكل واحدة بتحكي بطريقة، وأحيانا بحس إنه نحن مو قاعدين بنفس اللغة. قبل ما نبلش عرفوا حالكم للمشاهدين. أنا نور من العراق، وأحب أكل أكتر من أي شي تاني. وأنا سلمى من مصر، وبحب أضحك على أي حاجة. وأنا جود من السعودية، وأهدى وحدة بالشلة. هاي أكبر نكتة اليوم. والله صحيح. يلا يا بنات، بلشنا التحدي. أنا راح أقول الكلمة بالشامي، وإنتوا قولوا نفس الكلمة بلهجاتكم. والله سهل. يلا بينا. جاهزة؟ طيب، أول كلمة وهي بدي، أريد، عايزة، أبغى. حلو، بس هيدا كانت سهلة. وتاني كلمة هي هلأ، هسه، دلوقتي، الحين. طيب، لسه الوضع هلأ تحت السيطرة. وتالت كلمة وهي كتير، هواي، أوي، مرة. هو أنا ليه حاسة إن إحنا في حصة لغة عربية جديدة؟ طيب، ورابع كلمة معانا وهي دغري، على طول. على طول برضو، مباشرة. لنا دي سهلة قوي، هاتي الصعب بقى. بدكن الصعب؟ تمام. معتر، حظه تعبان. غلبان، مسكين. ممتاز، زنخ، تقيل دم. رخم، مزعج. في ناس كتير بنعرفهم هيك. طيب، هلأ بدنا جمل. بلشت المصيبة. قولوا هالجملة. بدي أروح على السوق أشتري شوية أغراض لماما. أريد أروح للسوق أشتري شوية شغلات لأمي. عايزة أروح السوق أجيب شوية حاجات لماما. أبغى أروح السوق أشتري كم غرض لأمي. والله حلوة. طيب، الجملة الثانية. إذا ما رتبتوا الغرفة اليوم ما راح تطلعوا تلعبوا. إذا ما رتبتوا الغرفة اليوم ما تطلعون تلعبون. لو ما رتبتوش الأوضة النهاردة مش تنزلوا تلعبوا. إذا ما رتبتوا الغرفة اليوم ما بتطلعون تلعبون. أنا عندي سؤال. شو؟ انتوا ليه بتقولوا شو؟ طيب، وانتوا ليش بتقولوا ايه؟ واحنا ليش نقول وش؟ طيب، بصراحة اليوم اكتشفنا ان الكلمات بتختلف من بلد لبلد، بس الضحك والصداقة والمحبة بنفهمها بكل اللهجات. والآن دوركم. من أي بلد انتو؟ وكيف بتقولوا كلمة أريد بلهجتكم؟ وأي لهجة عجبتكم أكتر شي؟ اكتبوا لنا بالتعليقات، وبشوفكم بالحكاية الجاية. باي باي.